مرحبا، أهلا وسهلا. في موضوع اللي تكلمنا فيه أمس حول موضوع التربية والأبناء وما يحصل وما حصلت القصة هذه اللي حصلت لصاحبنا. في واحد من الشباب دخل على الخاص بيقول وأنتوا إيش كلفكم الله تعيشوا في هذا البلدان الذي هي أصلا كافرة ومدري إيش وبتشل الأطفال وبتشل المدري إيش مدري إيش، كلام كثير. عموما الموضوع ما هو موضوع تحدي يا أخي العزيز، والبلدان هذه اللي بتاخذ الأطفال لها سياستها، وهي مش كل البلدان هنا في أوروبا. الموضوع ما فيه كيف أنت تكون حاكم نفسك وأنت قوي في تربية أولادك. ولا في الموضوع في مدن يمنية كثيرة تلقى أخبار ابن يقتل أبوه، ابن يقتل أمه، ابن يقتل أخته، ابن يقتل واحد من الجيران، ابن يغتصب، ابن يفعل، ابن يسوي، ابن يترك، ابن. نقول ليش يعيش في اليمن مثلا؟ نقول ليش يولد؟ نقول احنا الفكرة انه كيف نعالج هذا الامور اذا كنا احنا جزء من هذا المجتمع ومن هذا الاسرة. بالعكس انا اشوف التربية اللي عايشين خارج عندهم يعني لازم يكون عندهم قوة يعني وعزيمة في التربية ومنهجية اقوى، ولازم يكونوا متحملين هذا الشيء يعني بعلم وبعقل، مش انه همجية. فاذا كان هكذا بينتجوا اسرة يعني قوية جدا وصلبة ومتماسكة. الطفل يكبر وهو عنده معلومة وعنده معرفة ودراية، غير انه لو ما يطلع الابن وهو تنكة مسنب بس ما فيش يعني فكر في راسه او ما فيش يعني شيء من جوانب الحوار والنقاش مع الغير. انا من وجهة نظري انا اشوفها ان اللي بيتربى خارج البلاد، خصوصا في البلاد الاجنبية الاوروبية او الغير مسلمة، اذا كان في تربية صحيحة من الاب في نتائج جيدة جدا من الابناء، لانهم بينشأوا في مجتمع متعدد الجنسيات، متعدد الديانات، متعدد الافكار، فإذا كان في توعية وفي تربية وفي جهد من الأب والأم بيكون في نتاج رهيب، لأنه بيكون هجين معلوماتي ديني فكري، مش إنه يقلب دينه، لا، بيكون عنده معرفة عن حول ما هي الأديان، ما هي الكذا، ما هي الناس، كيف أفكارها، كيف كذا كيف كذا. وبهذا يصبح الطفل أقوى بكثير جدا من الشخص اللي تربى على بيئة واحدة وعلى مجتمع واحد وعلى أفكار واحدة فهي أشبه بموضوع الأمراض اللي بتجي للإنسان جدري أو الحصبة أو ما إلى ذلك، وقد تحصن منها من قبل، قد تم تلقيحه طفل، فإذا ما جاء المرض مستقبلا يكون قد عنده وقاية، فيصعب على هذا الشيء أنه يتغلب عليه. والعكس إذا ما لم يكن هناك تحصين ووقاية من قبل، فسهل على هذا المرض أن يعني يفتك به ويصير ضحية هذا الشيء. فهو كذلك المعرفة، إذا لم تكن عندك معرفة مسبقة وعلم وإدراك ووعي، فأنت ضحية أي فكر آخر ممكن يأخذك، فيما إذا أنت كنت كبير وما عندكش الوعي والفكر اللي هو اللي بنتكلم عليه، يعني هو الفكر والوعي الذي بيعطيها الأب والأم أثناء ما يكون الطفل يعني في المرحلة المبكرة. فلازم نكون نقرأ الأمور بجوانب إيجابية أحيانا، مش الموضوع كله سلبي، لا، في جوانب إيجابية ممتازة جدا جدا جدا، لكن بشرط يكون الأب والأم موجودين على الدوام. ما نجيش نقول والله العيش في أوروبا وأمريكا أحسن، لا لا لا، ولازم واحد يفهم إيش القصد، يعني حتى من الكلام اللي أنا أقوله أنا، إذا ما أنت إنسان كفو وعارف على نفسك أنت وزوجتك أن أنتوا حتربوا أولاد حتكونوا قدوة، لا تجيش، لا تسافرش، لا تخرجش أصلا، يجلس عندهم في البلاد. ورغم أن البعض حتى هو في اليمن وعنده أهله وأولاد يعني ما في شيء. فأعتقد الصورة تكون واضحة وما حد يفهم ما قلتها أنا بموضوع أنه وهو يستاهل. ليش واحد رسل لي قال لي أخي يستاهل، من قال لي ما في حاجة اسمها يستاهل، في حاجة اسمها كيف نعالج القضية من جوانب إيجابية
وما فيش أي قلق يعني، والإنسان يذهب أينما شاء. أهم شيء أنه يكون مدرك، لا نخافش على أنفسنا من أي رياح تعصف بنا. هذا ما عندي، وسلامتكم.